السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين؟ بتكونوا دايما بخير في افضل صحة وافضل حال، اللهم امين. رجعت لكم فيديو جديد وفيديو كده سريع. كنت الفترة الاخيرة دي كنت محتاسة قوي قوي بسبب الفوم الحجري اللي هو كان على الحيطة دون. وبصراحة كنت سمعت عنه كتير ان هو متعب قوي قوي في موضوع الشيل، ان انت تشيلي من على الحيطة وكده. فكنت شايله هم، وكل ما ابص عليه يعني شكله مش عاجبني قوي وعايزه اشيله بقى خلاص. بس ارجع اقول يعني لما هاجي اشيله هتعب، وفي ناس كتيره قوي قوي شفتهم هما بيشيلوا ان هو متعب جدا وبتاع. فكنت دايما ااجل الفكره لحد ما جيت في مره وقلت خلاص انا هشيله. بس قبل ما اخد القرار ده فضلت ادور كتير قوي على ان انا اشيله بابسط طريقه واسرع طريقه. فلقيت بصراحة حاجة كده ظهرت قدامي، ما كنتش متوقعه هل هي فعلا هتعمل نتيجة او لا لحد ما جربتها بنفسي. ايه هي الحاجة دي وعملت فعلا نتيجة ولا لا؟ واتشال الفوم بسرعة يعني بسرعة ولا خد مني مجهود او كده؟ هعرفكم كل حاجة وكل تفاصيل، بس تابعوا معايا الفيديو للنهاية. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونوش في لايك حلو كده من ايديكم، وكمان لو مش مشتركين في القناة تشتركوا فيها، عشان لو لقيت فيه تفاعل كتير قوي على الفيديوهات اللي زي دي هحاول بقدر الامكان ان انزل لكم فيديوهات كتير تنفعكم ان شاء الله في حاجات كتيرة قوي انت كده محتاسين. وان شاء الله الاقيكم الطريقه المناسبه والسريعه اللي انتوا تحلوا بيها اي حاجه واقفه قدامكم. فتابعوا معايا الفيديو للنهايه، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على علامه الكل علشان يوصل لكم كل جديد مني. ويلا بينا اقول لكم على الطريقه ازاي تشيلي بيها ورق الفوم الحجري. بصوا عامل ازاي هتشيلي بيها ورق الفوم اللي على الحيطه عندك باسرع طريقه وابسط طريقه ممكن تتخيليها في حياتك. الازازه دي فيها ايه؟ الازازه دي فيها مكون واحد بس انت هتجيبيه من عند بتاع المنظفات، او لو انت عندك في البيت خلاص كده انت مش هتجيبي اي حاجه. طيب الازازه دي فيها ايه علشان خاطر ما تبقاش كتير بالكلام؟ الازازه دي فيها بيروسول. عارفين البيروسول اللي بنجيبه نرش بيه للذباب او الناموس اعزكم الله؟ دون بيتباع سايب كده عند بتاع المنظفات. انا بصراحة ما كانش عندي الازازة اللي هي ازازة البيروسول دي، كانت خلصت. فلما شفت الطريقة رحت جارية عند بتاع منظفات قلت له عايزة كيلو بيروسول. فادهوني. انا كنت بصراحة برضو كنت كده عايزة اجيبه علشان خاطر الناموس وكده، وكنت سمعت ان هو بيبيع بيروسول نظيف حلو للناموس وللدبان وكده، فقلت اجيبه. نفعني في الموضوع ده، نفعني ما نفعنيش خلاص. وجبته وبدات ان انا اعبيه في ازايز كده. هو بصراحه جبت كيلو وكان تقريبا الكيلو ب40 جنيه او 30 جنيه مش فاكره قوي، بس الكيلو هيعمل عندك ازايز كتيره جدا احسن من ازازه البيروسول حتى اللي انت بتشتريها من عند بتاع يعني الازازه الجاهزه دي. وجميل قوي 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 في ان هو يموت الناموس او كده. فقلت طيب هو جميل في الناموس، هل هو فعلا هيزيد معايا الورق الحائط ده؟ وكانت النتيجة ان هو فعلا بيشيل ورق الحائط من على الحيطة بأسهل الطرق. والله لو عايزة اقول لكم ان هي اسهل طريقة شلت بيها الفوم دون من على الحيطة مش هتصدقوني. هو بصوا، هو اصلا انت لما بتيجي تشيلي الفوم من على الحيطه بيبقى لازق ومجلد قوي قوي في قلب الحيطه كده، وما تقدرش انت تشيليه. مجرد بس ما بتحطي عليه البيروسول ده بصي سحر، بتحسي ان هو فرفت كده معاكي الورقه. و يعني انت بتحاولي ان انت تبخي جامد قوي على الورق علشان خاطر تبقي مركزه يعني على الورق علشان تمتص كل بتاع البيروسول كله. بعديها ب5 دقايق كده بتبداي بقى ان انت تجيبي سكينه عندك او اي حاجه وتبداي ان انت تشيلي بيها كده. هتبص تلاقيه بيتشال معاكي بكل سهوله من غير ولا تعب ولا اي حاجه خالص. انتوا زي ما انتوا شايفين بصوا بينزل معايا ازاي. يعني انا عايزاكم تبصوا بس كده ان هو بينزل من غير ولا مجهود ولا اي حاجه. بعد كده اللزق بقى اللي على الحيطه دون اللي هي الحاجات اللي بتبقى ملزقه شويه دي، بتجيبي شويه ميه سخنين اكن هو لزق عادي يعني بشويه ميه سخنين وبسلكه، وبتمشي على الحيطه بترجع تاني فله، هترجع معاكي فله. انا هفضل بقى بالسكينه كده افضل اعمل انزل كل الكميه دي، ما بتاخدش معايا 5 دقايق. عايزه اقول لكم والله 5 دقايق بالظبط بتكون نزل كل اللي على الحيطه ده. شايفين بينزل يعني بيعمل ازاي.
انا عايزه اقول لكم ان انا كنت عماله اعمل فيه من قبل ما ارش ان هو حتى يتحرك من مكانه، يديني حتى يعني مجال ان انا اشيله كده، ما كانش راضي ابدا انه يتحرك من مكانه، ماسك في قلب الحيطه ومش راضي يسيب ابدا. في جزء كده كنت وريته لكم في اول الفيديو ده، ما كنتش طبعا عرفت الطريقه ولا حاجه، ففضل يعني عامل علامات كده في قلب الحيطه ما رضيش يخرج منها. فلما جبته بقى دلوقتي برضو بدأت ان انا ارش على الاماكن دي، اتشالت بكل سهولة. انا عايزة تتأملوا بس كده المنظر وتشوفوا ان هو بينزل ازاي اكنه بيسيحه. شايفين يا بنات؟ وبرده لو لقيتيها عصلجت معاكي شويه بخي، يعني رشي شويه كده من البيروسول عليها وسيبيها 5 دقايق بالظبط، هتيجي تشيليها هتلاقيها بتتشال معاكي بكل سهوله. دي كانت صعبه شويه فسبتها ورشيت عليها شويه وبعد كده اتشالت معايا، انما دي بصوا سهله قوي. وبكده يا بنات اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو، عشان يعني ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده. دي كده تكون نهايه الفيديو. ما تنسوش بقى ان انتوا تجربوا الطريقه دي. لو حد عنده فوم وعايز يشيله يخش حتى كده يجرب على جزء بسيط عشان ما يحسش ان هو دبس، يعني لو ما جابش معاه نتيجه على جزء بسيط بس كده، وجربوا ان انتوا تشيلوه وتحطوا البيروسول ده على الورق كده، هتلاقوا اصلا بيتشال معاكم حتى لو هو الورق لسه يعني مش زي ده كده مقطع منه الورق الكبير ده. جربوا ان انتوا تعملوا فتحه كده في الورق من جوه وترشوا عليه، هتلاقوا نفسكم بيتشال معاكم بكل سهوله. لان انا جربت في حته تانية كده ان هي تكون الورقه زي ما هي، واعمل بس فتحه كده وابخ من جوه الورق من جوه، بيتشال معايا بكل سهوله وبكل بساطه، لان هو بيكون خلاص اللزق اللي موجود عليه دون خلاص بيكون ضاع. فاتمنى ان الفيديو النهارده يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى في لايك واشتراك لو لسه ما اشتركتوش. اشوفكم في فيديو جديد قريب باذن الله. مع الف سلامه.